السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض صوابع زينب. عايزة اقولكم صوابع زينب مش مجرد مقادير مظبوطة بس، لا مقادير مظبوطة وكمان ليها شوية تكات كده في التشكيل والتسوية وكمان في العجينة نفسها، تطلعها معاكي كده دايبة من جوه زي البسبوسة بالظبط ومقرمشة من بره. فتابعوا الفيديو للاخر عشان اقول كل التفاصيل، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وكمان تسيبولي كومنت حلو منكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنحضر الشربات مع بعض. شربات صوابع زينب بيكون تقيل وبارد. اول حاجة هحط كوبايتين من السكر. انا استخدمت الكوباية المعيارية. تمام. كوبايتين من السكر دول حوالي 500 جرام، يعني نص كيلو من السكر الحبيبات العادي. هحط عليه كوباية من المية، يعني حوالي 250 ملي من المية العادية خالص من الحنفية، وهعصر عليها عصرة نص ليمونة صغيرة. اهم حاجة السكر عندي ما يلمس الجوانب او الحواف بتاعة الاناء اللي بتعملي فيه واحنا بنحطه. تمام. يعني عاوزين الجوانب بتاعة الحاجة الحلة او الكزرولة تبقى نظيفة جدا جدا. هبدأ كده ارفعه على النار لحد ما يغلي معايا. اول ما يغلي معانا بنعد كده بالظبط 9 دقايق، من 8 ل9 دقايق، وبعد كده بتطفي النار وتسيبيه لحد ما يبرد تماما. احنا عاوزينه بارد وكمان ساقع، يعني هسيبه يبرد تماما وبعد كده ادخله في التلاجة لحد ما يسقع معايا وبعد كده استخدمه. يفضل انك تعملي الشربات قبلها بوقت كبير. يعني انا عملته الشربات ده عملته في يوم وعملت صوابع زينب في اليوم اللي بعديه. تمام. او تعملي مثلا الشربات الصبح وتعينيه في التلاجة وبالليل تعمليها. الشربات بالطريقه دي مش بيسكر معاكي، مش بيحصل له اي حاجه. قبل ما بطفي على طول بحط كده ظرف من الفانيليا وبطفي على طول وبنسيبه يبرد خالص وبيكون تقيل معاكي. نيجي بقى للعجينه. اول حاجه حطيت كوبايه ونص من الدقيق متعدد الاغراض، حطيت عليه نص كوبايه من سميد البسبوسه الناعم، وحطيت نص معلقه صغيره من السكر، وربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية بالوزن حوالي 2 جرام. هسيب لكم المقادير مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف بالكوباية وكمان بالجرامات. تمام. حطينا 2 جرام خميرة وكمان 2 جرام من الملح، يعني ربع معلقة صغيرة. ودي كده المواد الجافة بتاعتي. هبدأ كده اقلبهم كده كويس مع بعض. اهم حاجة سواء هتستخدمي الكوباية او هتستخدمي الميزان لازم المقادير تكون مظبوطة جدا جدا، وتراعوا كويس جدا ان الخميرة ما تزيدش عن 2 جرام الكمية اللي انا مستخدماها دي. تمام. انا طبعا عاملة مقدار صغير جدا، تقدروا تضاعفوا كل المقادير. دلوقتي انا عيرت تلت كوباية من السمنة او سمنة على زيت زي ما تحبوا، ودفتها كده على النار، خليتها سخنة الى حد ما زي ما انتوا شايفين. اول ما نزلت كده على الخليط الدقيق بتاعي غلت كده، يعني لازم تكون سخنة. تمام. ولا هي باردة ولا هي مجرد دافية بسيط، لا لازم تسخنيها كده على النار، تكون دافية جامد معاكي او سخنة بمعنى اصح. تمام. نزلتها كده على الخليط الدقيق وبدأت كده بايديا هفركها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان نشبع كل حبيبات السميد بالسمنة. ودي خطوة مهمة جدا جدا عشان تطلع معاكي صوابع زينب دايبة من جوه، ان السمنة تكون سخنة. تمام. وكمان انك تفركيها كويس جدا الاول مع المواد الجافة، وفي الاخر خالص بنلم العجينة بحوالي ربع كوباية بس من المية، مية عادية خالص من الحنفية، ربع كوباية بس من المية. وطبعا ممكن كمية المية تزيد او تقل على حسب العجينة بتاعتك وعلى حسب طبعا نوع الدقيق ونوع السميد اللي انت مستخدماه. ببدأ كده ألم العجينة، مجرد بلمها وبدخلها كده في بعضها، مش بعجن خالص، مش عاوزينها برضو نعجنها معانا خالص عشان العجينة كده متطلعش مأستكة وتربي عرق، وبالتالي مش هتطلع النتيجة اللي انت حباها اللي هي بتكون مقرمشة من بره ودايبة من جوه. مجرد ما العجينة لمت معايا زي ما انتوا شايفين كده بتلم معاكي بسرعة جدا زي ما انتوا شايفين. انا لميتها معاكم في الفيديو يعني ما قطعتش حاجة. بنعمها كده على قد ما اقدر وبحطها كده معايا في الطبق وبسيبها ترتاح. بترتاح حوالي يعني اقصى حاجة 10 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق. انا سبتها متغطية كده حوالي 8 دقايق وبعد كده بدأت اشكلها. تمام. عجينة صوابع زينب مش بتخمر خالص بالرغم ان هي فيها خميرة، بس هي بتاخد الخمران بتاعها في الزيت وبتزيد حاجة كده بسيطة في الزيت، لكن هي مش بتخمر خالص قبل التسوية. دلوقتي هبدأ اجيب الحاجات اللي هشكل بيها. ممكن نشكل على ظهر مصفى زي كده او على المبشرة، ودول اللي كانوا متوفرين معايا دلوقتي. وممكن كمان على بصمة الكحك بس ما كنتش لاقياها يعني دلوقتي فما استخدمتهاش بصراحة، بس برضو بتدي شكل حلو قوي. هما كلهم بنفس الطريقة.
هعمل معاكم واحده تاني عشان تاخدوا بالكم من الطريقه. احنا بناخد كده كوره وبنعمها كده على ايدينا، وبعد كده بعملها على شكل صباع. ممكن تعملي العجينه كلها على شكل اصابع من الاول عشان تسهلي على نفسك التشكيل. وبعد كده بفردها على المصفى بالشكل ده كده، وبنلم بالشكل ده كده عشان ما تفتحش معاكي في الزيت. ده كده شكل. هوريكم كذا طريقة للتشكيل دلوقتي. الشكل ده بيكون حلو قوي قوي، انا بحب الشكل ده جدا عن اي شكل تاني. ممكن برضو لو ما عندكيش مصفى زي دي يبقى على المبشرة، ما فيش بيت ما فيهوش مبشرة، بنحطها كده على الجزء اللي هو الصغير ده او على الكبير زي ما انت حابة، وبنلف بالشكل ده كده. برضو انا مش بحب شكل المبشرة ده خالص بصراحة، بس هو لو مش متوفر عندك اي حاجة غيرها فهتعملي عليها زي ما انتوا شايفين. برضو ممكن ان احنا نعمل بصوابعنا كده ونروح لمينها بالشكل ده كده. ده زي بتوع الحلوانية بيعملوا الطريقة دي، شايفين؟ بصوابعي كده بضغط عليها على الصباع من النص وبروح لميها. بس الشكل ده مش بيظبط قوي مع معظم الناس، لكن الشكل التاني اللي هو بتفرديها وبعد كده بتلفيها تبقى كأنها طبقات كده من جوه، ده اللي بيظبط مع معظم الناس. زي ما انتوا شايفين انا بعمل صوابعي كده وبروح لما سهلة جدا جدا. هشكل كده كل الكمية. الافضل انك تشكلي وانتي بتشكلي كده يكون الزيت سخن معاكي عشان تقلي على طول. بس انا طبعا عشان التصوير فانا شكلت الكمية كلها مرة واحدة، بس كنت مسرعة ايديا جدا. يعني لازم تسرعي ايدك جدا عشان اول ما تتشكل تنزل في الزيت على طول. سواء العجينة اللي مش اللي احنا بنشكل منها، او سواء العجينة اللي احنا شكلناها خلاص في الاطباق، لازم ان احنا نغطيها بفوطة عشان ما تنشفش معانا. طبعا انا هنا كنت سايباها مش متغطيه، بس هغطيها دلوقتي. بس طبعا كنت سايباها كده عشان اوضح لكم بس واوريكم شكلها ايه زي ما انتوا شايفين. وحاولوا طبعا تكون المقاس بتاعها بتاع العجينه يكون كله متساوي قد بعضه. تقدروا كمان تستخدموا ميزان وتوزنوها كده، يعني كل قطعه كده حوالي 5 جرام مش اكتر من كده، وتبداوا تشكلوها كلها مره واحده. عايزه اقول لكم الشكل بتاع المصفى ده بيعجبني جدا، بحبه قوي قوي، وبيفضل محافظ على شكله بعد التسويه. زي ما انتوا شايفين انا شكلتها اهي. واثناء وانا بشكلها كده كنت حاطه الزيت معايا على النار عشان يسخن على ما نشكلها. وطبعا لازم زي ما بقول لكم نغطيها كده عشان الوش بتاعها ما يشققش وما ينشفش معايا. تمام. بعمل معاكم كده واحده اخيره. اهم حاجه ان احنا ننعم الصباع كويس جدا، وبعد كده بضغط عليه بصوابع كده وبلم بالشكل ده. سهله قوي قوي، يعني شوفوها كذا مره لو اول مره بتعملوها هتلاقوها سهله معاكم. كده شكلت كل الكميه في ثواني كده بسرعه. انا عامله كمان مقدار صغير، تقدروا تضاعفوا المقادير زي ما انتوا حابين. المقدار ده حلو كده وبسيط كده واقتصادي، لان الكميه لما بتكون قليله كده بتكون اقتصاديه معانا وبنستخدم فيها مقادير بسيطة. وتقدروا كل ما يكون عاوزين تعملوها تاني تعملوها، يعني مفيش مشكلة. دلوقتي الزيت سخن معايا. الزيت بتاع صوابع زينب لازم يكون سخن جدا، ما ينفعش ابدا ابدا يكون بارد ولا حتى دافي، لازم يكون سخن جدا. اول ما انزل الواحدة تلاقوها بتغلي كده معايا زي ما انتوا شايفين. لو حطيته في زيت بارد هتلاقوها بتفرول معاكم وبتكبر وشكلها بيبقى بشع بجد وهتشقق ومش هتظبط معاكي خالص. لازم تنزلي في الزيت وهو بيغلي زي ما انتوا شايفين كده، بس مش لدرجة ان الزيت يكون بيتحرق معاكي، لا يكون سخن جدا جدا. ببدأ انزل كده، واسفة لو في اي دوشة جنبي بجد مش عارفة اسجل لكم خالص، فسامحوني بقى معلش. دلوقتي اول ما تلاقوها كده علت على فوق بتبداوا تقلبوها كده، وبعد كده اول ما تاخد لون ذهبي بنطلعها بالشكل ده كده. ما بتاخدش وقت خالص في الزيت. اهم حاجه ما تقلبوهاش الا لما ترفع معاكم على اللي فوق. تمام. وتبدا تاخد لون، ابداوا قلبوها كتير كتير عشان كلها تاخد لون واحد متجانس. زي ما انتوا شايفين اول ما بتطلع من الزيت السخن بنزلها على طول على الشربات. وده قوام الشربات بعد ما برد معايا بيبقى القوام بتاعه تقيل جدا، عامل زي قوام عسل النحل كده. تمام. ببدأ كده انزلها في الشربات واغطسها كده، وعشان تفضل تطلع معاكي كده شاربة شربات ودايبة كده من جوه لازم تسيبيها اقل حاجة 10 دقايق لربع ساعة في الشربات بتاعها، ما تطلعهاش. وبعد كده بتقدميها بألف هنا وشفا. بجد وصفة حلوة جدا جدا، تستاهل ان انتوا تعملوا لي لايك للفيديو ده وتعملوا كمان شير وتشتركوا في القناة. بجد تحفة جدا. عايزة اعرف رأيكم ايه في التعليقات، قولولي كده. تسلم ايديكي. شايفين عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم بجد تحفه، دايبه دايبه من جوه كده، من جوه عامله زي البسبوسه بالظبط، ومن بره مقرمشه. يعني وصلنا للنتيجه اللي احنا بنحبها من بره بالظبط.
يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتسيبوا لي كومنت حلو منكم وتصلوا على النبي في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.